السماء والارض بتاعت ربنا، اقعد فين يعني؟ الارض ارضه، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وحد الله. قال له ما اقدرش على الشرط دي، شوف لي حاجه ثانيه. قال له إذا أردت أن تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. تعصي ربنا في مكان ما يشوفكش فيه. قال له إزاي؟ لا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو معكم أينما كنتم. تخيل معايا كده الراجل اللي بيروح يزني، رحمة ربنا بالعبد اللي بيزني. بيعمل اللي بيزني؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من مين؟ من الله وهو معه. اللي بيزني كده بيروح في مكان ما حدش يشوفه ويقفل الباب عليه. من رحمة ربنا بالعبد الزاني ان هو يدخل له الاكسجين، الهواء من تحت عتبة الباب عشان يتنفس ويعيش. وهو بيعمل ايه؟ بيزني. قال له ما اقدرش. قال له إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاء ملك الموت ليأخذ روحك فقل له أخرني ساعة لأتوب. قال له إزاي؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ساعة ومكتوبة لي لازم أخش فيها القبر. قال له فاضل لك شرط واحد بس، عرفت تعمله تعصي ربنا، ما عرفتش يبقى خلاص. قال له قول. قال له اعصي ربنا في الدنيا واعمل كل اللي انت عايزه، اسرق، اقتل، اشرب مخدرات، اذني، اعمل كل المعاصي اللي انت عايزها. بس يوم القيامة اذا جاءك الزبانية اللي هم الملائكة اللي هياخدوك للنار، خلاص عصيت ربنا وعملت كل اللي في نفسك، الملائكة هيدخلوك النار واخدينك وبيشدوك من ايديك ورجليك عشان يدخلوك للنار، فلا تذهب معهم. قول لهم انا مش جاي معاك. قال له ازاي؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال له ما قدرتش تعمل شرط واحد من 5 شروط وقدرت تعصي ربنا. ربنا بيقول لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حاجة بسيطة هنختم بها. عايز تبعد عن المعاصي خالص؟ سيدنا النبي بيقول لك لو أنكم لو لم تذنبوا، لو أنتم ما عملتوش معاصي لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ما أنتش عايز تعمل معاصي خلاص وقررت أنك تعقد عقد التوبة مع ربنا وعايز تبعد عن المعاصي؟ أسرع حل تبعد عن المعاصي. أي معصية تعملها بعدها على طول تقوم تتوضا وتصلي ركعتين لله. انت عملت ايه؟ المعصيه جت وراها طاعه. هو الشيطان بيوسوس لمين؟ للعبد العاصي ولا المسلم؟ للمسلم. ليه؟ لان اللي بيعصي هو كده كده بيعصي، مانيش عايز منه حاجه. انما اروح للي بيصلي، اروح للي بيقرا قران، اروح للي بيصل رحم، يقعد يوسوس له الشيطان فيعصي ربنا. بعد ما تعصي ربنا اتوضا وصلي ركعتين لله، يبقى بعد المعصيه جات لك طاعه، يبقى انت ضيعت ليه؟ المعصيه. ان الحسنات يذهبن السيئات. اقعد كل معصيه تعملها اعمل وراها طاعه، كل معصيه تعملها صلي وراها ركعتين لله. ايه اللي يحصل؟ هيجي في يوم من الايام الشيطان يقول لك ايه لازمه المعصيه بقى؟ ده كل ما يعمل معصيه يعمل وراها طاعه يبقى نبعد عنه خالص. نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لميتنا، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين.